لجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب في النادي الأهلي عملت اجتماع امبارح مع مارسيل كولر علشان يشوفوا ايه أسباب الهزيمة من نادي الزمالك. أهم القرارات اللي خدوها في الاجتماع الاستغناء عن بعض اللعيبة. اللعيبة ديت أول واحد فيهم وعلى راسهم موديست. مارسيل كولر ما كانش عايز يمشي موديست وكان متمسك بيه. لجنة الكرة تمسكت بالقرار إن موديست هيمشي، رقم واحد في الفريق هيمشي. تاني واحد طاهر محمد طاهر خلاص ده اخر موسم ليه مع النادي الاهلي، والحمد لله اخر مره هنشوفه بفانيله النادي الاهلي الموسم ده، مش هتشوفه تاني بفانيله النادي الاهلي. دي حاجه. التالت بقى ودي يعني ظلم شويه، انه قرروا يستغنوا عن محمد الضوي كريستو، بس مش هيستغنوا عنه استغناء نهائي، يعني هيطلعوه اعاره عشان محمد الضوي كريستو من الموسم اللي جاي هيبقى لاعب مش ناشئ، مش هيتقيد تحت السن، هيبقى لاعب من الخمسه المحترفين في النادي الاهلي. الاخير ده بقى وهو يعني بالنسبه لي انا مفاجاه. لجنه الكوره قررت لو علي معلول مش هينزل في العقد بتاعه، لجنه الكوره هتستغنى عنه ومش هيجددوا له. علي معلول العقد بتاعه بمبلغ كبير جدا. لجنه الكوره شايفه ان هي مش هتقدر تزود له عقده ولا هتجدد له بنفس القيمه بتاعته، علشان الدولار رفع وعلي معلول المرتب بتاعه بالدولار. فلجنه الكوره قررت انهم هيستغنوا عن علي معلول، ورجوع محمد شكري من سيراميكا. محمد شكري لما هيرجع من سيراميكا هيبقى بديل علي معلول، وكريم الدبيس هيبقى بديل لمحمد شكري. محمد شكري اداره سيراميكا امبارح قالت ان جاله قطع في الرباط الصليبي، وبيفكروا برضو ان محمد شكري يرجع او ما يرجعش. هم كده كده اوريدي مضوا معاه 5 سنين. محمد شكري جدد مع النادي الاهلي 5 سنين، مضى للنادي الاهلي 5 سنين. فبديل علي معلول موجود. علي معلول الموسم اللي جاي مش موجود. محمد الضوي كريستو مش موجود. طاهر مش موجود بعد ما جددوا له 3 سنين، بيفكروا يطلعوه اعاره او فسخ العقد بالتراضي. سلام عليكم.